اكيد سمعت عن الصرم وعلاقتها بضخامه العضلات، وكمان ان هي فعاليتها احسن كمان من الهرمون وكمان امن من الهرمون. طب هل الكلام ده صح ولا غلط؟ كل ده هنعرفه في الفيديو بتاعنا النهارده. طب خلينا نعرف اول ايه هي الصرم. الصرم هي سيلكتيف اندروجين ريسبتور موديوليتور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي بترتبط بالمستقبلات الاندروجينيه الموجوده في العضلات والعظام، فبتساعد على ضخامه العضلات وبتساعد على زياده كثافه العظام. الصارمز نزلت في الاساس لعلاج بعض الحالات اللي بتعاني من نزول شديد جدا في الوزن، خاصه مع مرضى الكانسر، ولكن مدى استخدامها مش كبير، وده لان مفيش عليها اي ابحاث كافيه. طيب هل هي امن ولا الهرمونات؟ خليني اقول لك ان نظريا الصارمز بتاثر بس على الاندروجينيك ريسبتور في العضلات وفي العظام، انما الهرمونات بتاثر على الجسم كله. ولكن عمليا انا شفت بعض الحالات بتعاني من ارتفاع شديد جدا في انزيمات الكبد، وفي بعض الحالات بتعاني من ارتفاع ضغط الدم ومن الكوليسترول. فزي ما قلت لك كده مفيش عليها اي دراسات كافيه، فما نقدرش نقول ان هي افضل من الهرمونات من ناحيه الامان. لو مهتم تعرف اكتر عن الصرم سيب لي سؤالك في الكومنتات وهرد عليك بشكل تفصيلي.